الحدود زار أحد المتعافين وعاد بالتقرير التالي. في هذه الشقة بأبو ظبي يعيش عبد الله أحد أول المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بعد أن عولج بتقنية الخلايا الجذعية، وها هو اليوم يعود إلى أحضان أسرته. أهلين، تفضل. السلام عليكم. سلام، تفضل. يروي لنا عبد الله قصته مع الإصابة بالفيروس مرورا بتلقيه الرعاية الصحية والعلاج بالمستشفى وإلى غاية تعافيه التام. بداية أول يعني حسايا حمى والتنفس ضيق، يعني 1 أسبوع. بعدين جاي مستشفى خليفة، بعدين هو يعني سويت فحص وحصل كورونا، عندي يعني ضغط وشوجر وعملية القلب، الحمد لله. بعد أن ساءت حالة عبد الله قرر طبيبه بدء العلاج بتقنية الخلايا الجذعية بعد استشارة عائلته. اتصلوا في من مستشفى خليفة يخبروني إنه في علاج جديد اسمه الخلايا الجذعية بيعالجون فيها حالة عبد الله. أعطيتهم بعد ما شرحوا لي إنه هذا البروسيجر إنه ما فيها أي مضاعفات، أعطيتهم الموافقة. بعدين الحمد لله حالة عبد الله تحسنت. بعد أسبوع الكورونا فيروس هو نيجاتيف مرتين، عملوا له الفحص والحمد لله رجع للبيت. لما استغيث يعني غيبوبة اني عرفت يعني عالجوني الى خلايا الجذعيه، وانا حصل يعني صحه كامل الحمد لله رب العالمين، وانا اول شخص يعني جرب الى خلايا الجذعيه. الحمد لله نجحوا، وانا يرجع الى بيت واهلي ونحن الحمد لله. ويقوم العلاج على نقل البلازما من دم المتعافي